السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن التهوية. التهوية يا جماعة مهمة في الشتاء أو في الصيف. أنت ما تعرفش إن التهوية من أهم العوامل اللي لازم تكون في عنبرك، وده لأنها بتساعد على إعطاء القطيع الأكسجين اللازم للتنفس، وده طبعا هيقلل معاك الإصابة بالميكوبلازما والمشاكل التنفسية. التخلص من الرطوبة في العنبر والمساعدة على جفاف الأرضية، وده طبعا هيظبط معاك معامل التحويل، هيقلل معاك الإسهالات، هينشف لك الفرشة، ما هيقلل معاك الإصابة بالكوليستيريديا وبالكوكسيديا. التخلص من بخار المية الزائد الناتج عن تنفس الطيور، وده طبعا هيخلي فراخك انتشارها كويس، تنفسها كويس، كمان مفيش مشاكل تنفسية. تقليل الغازات الضارة في العنبر مثل الأمونيا أو الأكسيد الكربون، وده هيمنع معاك المشاكل التنفسية، هيمنع معاك المشاكل المعوية، هيظبط لك عنبرك، كمان هيظبط معاك التحويل. تقليل التراب والغبار، وده طبعا اهم المشاكل اللي بتأثر على الفراخ في التحويل، وبتزود معاك المشاكل التنفسية ومشاكل المعوية زي مثلا الأوكولاي. أما الطريقة التهوية بقى بتتم عن طريق طريقتين. طريقة اللي هي الطريقة التهوية من خلال الشبابيك، التهوية التقليدية العادية كلنا متعودين عليها، والطريقة التانية الشفاطات والخلايا. الطريقتين احنا بنفضل شغل المغلق، بس ما فيش اي فرق. المهم ان انت تهوي تهوية كويسة تدي عنبرك الهواء او الاكسجين اللي محتاجه القطيع بتاعك، لان كل حاجة في الفرخة بتتم عن طريق الاكسجين يا جماعة. التحويل، الاكل، الهضم، معالجة او مقاومة الفراخ للامراض، كل ده بيتم عن طريق لما الفرخة تبقى مرتاحة كويس في جو او بيئة مناسبة ليها، تقدر تقاوم معاك كل الامراض دي. مش هتلاقي صردة، مش هتلاقي تأخر في الوزن أو تأخر في سحب العلف طول ما تهويتك مظبوطة. الحرارة العالية بتعمل إجهاد، كمان بتوقف شهية الأكل. الحرارة القليلة أو الساقعة بتعمل نفس الموضوع. فالدنيا مش هتظبط معاه غير بتهوية كويسة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربنا ييسر الأمور، ربنا يوفق الجميع. كده نكون قدمنا لكم النهاردة حاجة مفيدة أو معلومة سريعة مهمة، يا رب تفيد حضراتكم وتكون بكم للأفضل. وكده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن التهوية. التهوية يا جماعة مهمة في الشتاء أو في الصيف. أنت ما تعرفش إن التهوية من أهم العوامل اللي لازم تكون في عنبرك، وده لأنها بتساعد على إعطاء القطيع الأكسجين اللازم للتنفس، وده طبعا هيقلل معاك الإصابة بالميكوبلازما والمشاكل التنفسية. التخلص من الرطوبة في العنبر والمساعدة على جفاف الأرضية، وده طبعا هيظبط معاك معامل التحويل، هيقلل معاك الإسهالات، هينشف لك الفرشة، ما هيقلل معاك الإصابة بالكوليستيريديا وبالكوكسيديا. التخلص من بخار المية الزائد الناتج عن تنفس الطيور، وده طبعا هيخلي فراخك انتشارها كويس، تنفسها كويس، كمان مفيش مشاكل تنفسية. تقليل الغازات الضارة في العنبر مثل الأمونيا أو الأكسيد الكربون، وده هيمنع معاك المشاكل التنفسية، هيمنع معاك المشاكل المعوية، هيظبط لك عنبرك، كمان هيظبط معاك التحويل. تقليل التراب والغبار، وده طبعا أهم المشاكل اللي بتأثر على الفراخ في التحويل، وبتزود معاك المشاكل التنفسية ومشاكل المعوية زي مثلا الأوكولاي. أما الطريقة التهوية بقى بتتم عن طريق طريقتين. طريقة اللي هي الطريقة التهوية من خلال الشبابيك، التهوية التقليدية العادية كلنا متعودين عليها، والطريقة التانية الشفاطات والخلايا. الطريقتين احنا بنفضل شغل المغلق، بس ما فيش أي فرق.